انا لو قلت لكم ان طعمه زي بتاع بره بالظبط ابقى بكذب عليكم، لكن هو احلى من بتاع بره يا بنات بكتير جدا جدا. البسكوت الشاتو او البسكاتو شاتو اللي كلنا بنشتري من بره وبنحبه طبعا، لان كل مره بنشتري فيها بيبقى طعمه احلى من المره اللي قبلها، مع ان الباكو بتاعه ما بقاش رخيص ابدا ابدا. بصوا قد ايه البسكوته محتفظه بالنقشه بتاعتها، ورغم ان البسكوته ناعمه كده ودايبه لكن فيها برضو شويه من القرمشه. عايزه اقول لكم خطير يا بنات. محشيه طبعا بحشوه شوكولاته لذيذه جدا جدا. تابعوا معايا الفيديو عشان تعرفوا ازاي عملت البسكوت الشاتو او البسكاتو شاتو، لان التجربه هي اللي هتثبت لك انه فعلا احلى من بتاع بره بكتير. اهم حاجه بس ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو اول مره بتشوفي ان الاسم سعاد. يلا بينا نسمي بالله ونجيب البوله اللي هنعجن فيها، ونحط كوبايه الا ربع من السكر البودر وزنها حوالي 100 جرام، وكوبايه من الزبده بدرجه حراره المطبخ وزنها حوالي 200 جرام. تمام كده هبتدي امكسهم مع بعض كويس لغايه ما يدوني كده خليط كريمي تقيل شويه. هحط بقى عليهم ربع كوبايه زيت، وبيضه بدرجه حراره المطبخ، ورشه كده من الفانيليا، وذره من الملح. وهبتدي كده بقى امكس كل المكونات دي مع بعض لغايه ما البيضه والزيت يختلطوا كده تماما مع خليط السكر والزبده. لازم يا بنات في المرحله دي نقلب كويس جدا لغايه ما الخليط بتاعي يبقى متجانس بنفس الشكل كده. دلوقتي بقى والمرحله دي اختياري لكنها بتدي طعم تحفه للبسكوت. عندي كده باكو من كريم كراميل، حطيت البودر بتاعه، وهحط كمان كيس الكراميل اللي بيجي معاه. عايزه اقول لكم بتدي طعم تحفه جدا للبسكوت، وكمان الكراميل بيديله لون حلو قوي قوي. هي المرحله دي اختياريه لكن عايزه اقول لك ان هي بتدي اضافه حلوه جدا، ولو ما حطيتهاش فيها او لو ما ضفتهاش للبسكوت هيبقى فاتك كتير جدا جدا. قلبت بقى كل المكونات مع بعض لغايه ما بقوا بالقوام ده. دلوقتي بقى هنيجي للمرحله التانية وهي مرحله الدقيق. هنركن بقى البوله دي على جنب، وهنجيب الدقيق بتاعنا، ومعايا 3 كوبايات الا ربع من الدقيق وزنهم حوالي 350 جرام. نخلتهم طبعا لازم تنخلوهم في الاول يا بنات، وضفت عليهم معلقتين كبار من النشا ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وهميكس كده الدقيق مع كل المكونات اللي احنا حطيناها عليه، واتاكد ان انا قلبتهم كويس كده مع بعض. وبعدين هنجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه في الاول، وهبتدي ان انا انزل عليه بالدقيق. في المرحله دي انا هبتدي بقى ان انا اقلب بايدي مش هعجن. انا بقلب بايدي يا بنات لغايه ما اتاكد ان الدقيق كله اختفى ومفيش اي دقيق في قاع البوله من تحت. بصوا انا مش بعجن خالص، انا بقلب بايدي. البسكوتات ما بتتعجنش يا بنات، لان البسكوتات لو اتعجنت هتنشف معايا جدا في الفرن. بصوا اداني كده عجينه طريه طريه بتلزق في الايد. شايفين؟ انا في المرحله دي عايزه قوامها يكون كده بالظبط. هقول لكم دلوقتي هنعمل ايه. وانا نقلت قسمت العجينه نصين. اول نص حطيت عليه معلقه كبيره هرميه من الدقيق، وتاني نص حطيت عليه معلقه كبيره هرميه من الكاكاو الخام. وللامانه يا بنات انا لقيت ان الدقيق بتاعي محتاج يتزود، فزودت شويه من الدقيق، حوالي معلقه تانية كده. والكاكاو برضو زودت عليه معلقه تانية، لقيت لونها فاتح شويه، وطبعا قوامها محتاج ان هو يتماسك اكتر، فزودت عليها معلقه تانية. اذا انا زودت على كل جزء معلقتين. الجزء الاولاني اللي بالفانيليا معلقتين من الدقيق، والجزء التاني اللي بالكاكاو معلقتين من الكاكاو. بص لونه فاتح ازاي. فضفت عليه معلقه تانية هرميه من الكاكاو ولونه بقى حلو قوي كده. دلوقتي بقى هنيجي لاهم مرحله وهي مرحله التشكيل بتاع البسكوت بتاعنا. هنعمل ايه؟ فرشت مفرش سيليكون، ويفضل يفضل يفضل انك تفرشي مفرش سيليكون او ورقه زبده من تحت ومن فوق زي ما تحبي، لان البسكوت بتاعنا ناعم جدا وطري جدا، العجينه اللي احنا عاملينها يا بنات، فمش هنعرف نطلعه بصعوبه. فردتها كده بالنشابه على شكل دايره، وسمكها يكون مش رقيق قوي ومش سميك قوي. وابتديت بقى ان انا اقطعها بالمكبس بتاع البسكوت. طبعا تقدري تقطعي باي قطعه عندك، المهم ان البسكوت كله يتقطع بقطعه واحده عشان لما نلزقه ببعض يبقى كله نفس الشكل او نفس الحجم. عايزه اقول لكم ان كنت اول مره استخدم المكبس ده، تعبني شويه في الاول لان العجينه كانت طريه شويه. بس لما رجعت حطيت لها شويه دقيق فاتظبطت، والحمد لله يعني ابتدت تقطع حلو، واحتفظ بالنقشه بتاعته زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو. بصوا بقى البسكوت طري ازاي، فبنطلعه ايه بالراحه خالص. عشان كده بقول لك افرشي مفرش سيليكون او ورقه زبده عشان تعرفي تتعاملي كده وتطلعي البسكوت بمنتهى السهوله. طبعا بحط البسكوت في صينيه او في صاج مش مدهون اي حاجه خالص.
واوريهولكم دلوقتي بعد ما حطيته في الصاج ورصيته. فردت كده حته عجينه تانية او جزء تاني من العجينه. اهم حاجه يا بنات ما تخلوش سمك البسكوته تخينه، لان احنا هنلزق بسكوتين فوق بعض. فلو حطينا بسكوته على بسكوته والاتنين سمكهم تخين هيبقى رخم جدا في اكله، مش هنبقى مبسوطين واحنا بناكله. فخلي سمكها كده يكون رقيق شويه، عشان لما نحط الاتنين على بعض يدونا كده سمك حلو. شايفين بطلع البسكوت ازاي؟ نخلي بالنا واحنا بنطلعه يا بنات، لان هي ما شاء الله طريه جدا جدا، فسهله جدا ان هي تتقطع في ايدك وانتي بتطلعيها. اي زيادات من العجين بنحاول احنا نشيلها كده عشان لما يستوي البسكوت يبقى شكله حلو. دلوقتي بقى جبت الجزء اللي بالكاكاو، وابتديت برضو ان انا افردها كده بالنشابه. ولازم تحطي ورقه زبده لان العجينه طريه زي ما قلت لك، فهتلاقيها بتلزق معاكي في النشابه لو ما حطيتيش ورقه زبده. فردتها اهو بالشكل ده. سمكها طبعا زي ما قلت لكم، لا ولا رقيق قوي ولا سميك قوي. بنفس الشكل كده يا بنات، ونخلي بالنا برضو واحنا بنطلعه. شايفين النقشه بتاعته حلوه ازاي؟ ده بيقولك ان العجينه بتاعتنا ما شاء الله ناجحه جدا. لو العجينه مش ناجحه النقشه مش تبقى مظبوطه قبل ما تدخليه الفرن اساسا، يعني هتلاقي النقشه كده خفيفه قوي عليه، مش بارزه زي كده. هفرد كده برضو عجينه تانية. وزي ما قلت لك تقدري تقطعيه باي قطاعه، تقدري تقطعيه مدور مش شرط مربع خالص، تقدري تقطعيه مستطيل. لو ما عندكيش قطاعه تقدري كده انك بسكينه تقطعيه، بس تحاولي انك تقطعيه كله يكون نفس الحجم، يعني ما تقطعيش واحده اكبر من واحده، عشان لما تيجي تلزقيهم على بعض تلاقي الاتنين متساويين قد بعض بالظبط. يعني هنتصرف يا جماعه، مش عشان ما عندناش قطاعات مش هنعمل بسكوت، لا هنعمله وهنتصرف، وانا عارفه ان انتوا شطورين خالص. طبعا بقى في المرحله دي الفرن بتاعي شغال على درجه حراره 200. تمام يا بنات. وهخلص البسكوت وهقول لكم دلوقتي التسويه هتكون ازاي بالظبط. طبعا الفرن بتاعنا بنشغله قبل ما ندخل فيه اي صينيه، قبلها كده حوالي ب10 دقايق، لان ده وقت كافي يكون الفرن ساخن فيه كويس قوي. طبعا يا بنات لما بنشيل البسكوته كده بايدينا اي زيادات كده من العجين حوالين التقطيع بتاعه البسكوت بنشيلها عشان يستوي يبقى شكله حلو في الاخر. هنا بقى معايا اهو، بصوا ما شاء الله عامل لي صاجين بنفس الحجم ده. بصوا ما شاء الله. هدخل بقى الفرن على درجة حرارة 200 زي ما قلت لكم، في الرف الوسط هيقعد ربع ساعة بالظبط يا بنات، ربع ساعة. طبعا بندور الصينية مرة اثناء في النص يعني بيقعد ربع ساعة، فبعد 7 دقايق بالظبط بتلف الصينية عشان ياخد كل سوا واحد من تحت. بص بقى ما شاء الله، بعد ما طلع من الفرن سبته يبرد تماما تماما. وبعدين شيلته كده حفظته في علبه محكمه الغلق. بص ما شاء الله محتفظ بالنقشه بتاعته، زي ما دخل الفرن زي ما خرج، بس اخد لون حلو جدا جدا. اول ما تلاقوه خد اللون ده يا بنات تطلعوه على طول من الفرن. هو بالتقريب خد معايا بالظبط يمكن ربع ساعه ودقيقتين، او ربع ساعه وحاجات بسيطه جدا، فنخلي بالنا وقت التسويه مش هيزعل كده، ما تقلقوش يا بنات. بصوا برضو الشوكولاته، بسم الله ما شاء الله. في الصاج بتاع الفانيليا بتحطي، في الصاج بتاع الشوكولاته بتحطي فيه كده 2 او 3 بسكوت من الفانيليا. يعني بتخلي كل واحده في جنب كده عشان تعرفي التسويه بتاعته، وتعرفي امتى اذا كان استوى ولا لا. هنا بقى عندي 100 جرام من الشوكولاته الخام اللي بالحليب يا بنات. سيحتها على حمام مائي معاها معلقه كده كبيره من الزيت. وطبعا ال 100 جرام ده كانوا برضو شويه كتير، يعني لو عندك 50 جرام بس هيعملوا لك البسكوت وهيبقوا تمام قوي ما تقلقيش. فال 100 جرام حطيت لهم معلقه كده كبيره من الزيت، والزيت يكون يا بنات ملوش طعم ولا له ريحه عشان ما يبوظليش طعم الشوكولاته بتاعتي. هاخد بقى واحده من بسكوت الفانيليا واحط عليها كده شوكولاته، واحط عليها بسكوته تانية من اللي بالكاكاو. بصوا ما شاء الله شكله وطعمه وريحته، والله العظيم يا بنات والله احلى من البسكوت الشاتو اللي بنشتريه من بره. والباكو دلوقتي معرفش بقى بحاجه و20 جنيه، وبتاكليه وانت قاعده كده في 5 دقايق، يمكن ما ياخدش ال5 دقايق كمان. اعملوه في البيت يا بنات، اعملوه والله حلو جدا. وبصوا يعني هقول لكم ان الكميه بسم الله ما شاء الله عمل لنا كميه كويسه. ده طبعا غير اللي اتاكل يا بنات، يعني اللي في العلبه دول كان في اتاكل قبلها يعني.
طبعا ممكن تلزقيه بشوكولاته كمان قابله للدهن، مش شرط شوكولاته خام، بس الشوكولاته الخام بتديني نفس الطعم بتاع بره بالظبط. طبعا انا مش هلزق معاكم الكميه كلها، انا بس كنت بعمل معاكم كام واحده، بس ما تحطيش في نص الشوكولاته كتير، لان لو جيتي حطيتي البسكوتات التانية عليها وضغطتيها هتلاقي الشوكولاته طلعت من كل الجوانب، مش هيبقى لطيف خالص. وده كان شكله في الاخر يا بنات. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوه وتبعتوا لي تقولوا رايكم ايه في الكومنتات، واتمنى ان انتوا تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.